كان يا مكان. كنت بنت صغيرة بلعب بضحك بشوف الدنيا لعبة كبيرة، وأمي تقولي لمي رجلك، وخالتي تقولي العيب فيكي لو بصلك، وجارتي تقولي الشرف غشاء لو راح ما يتعوضش. وكنت دايما أسأل يعني إيه شرف؟ يعني لو طيبة ومن جوه بريئة بس الغشاء راح ما عدتش شريفة؟ ليه محدش فيهم قالي إن الشرف اختيار، إن الشرف احترام مش حتة جلد؟ أنا كنت بستنى أفرح، كنت بحلم ألبس فستان أبيض، بس كل اللي كنت بسمعه كان عن الدم، مش دم الفرح، دم الرعب. يا ترى لو كنت ولد كنت هسمع كل الكلام ده؟ كنت هخاف من جسمي؟ كنت هتكسف من حلمي؟ كان يا مكان. كان في بنت صغيرة اسمها وفاء، ودلوقتي عقولكم حكاياتي. سقف البيت وقع فوق دماغي. كنت دايما فاكرة إن البيت ده حماية، وإن حضن أمي هو الجبل اللي أستند عليه، لحد ما في يوم سقف البيت وقع فوق دماغي، مش بمعناه الحرفي بس بمعناه اللي وجعني أكتر. كل اللي حصل إني حبيت، حبيت، مش سرقت، مش خنت، مش كسرت حاجة. أنا بس لقيت حد شافني وأنا متغلفة بالصمت والخوف وقال لي أنتي جميلة ومش غلط إنك تكوني نفسك. بس لما عرفوا الدنيا ولعت، اتهنت، اتشتمت واتطردت. طردوني. أمي ما بصتش في وشي، أبويا قال لي اطلعي برا، ما عنديش بنات بتجيب العار. ومحدش سألني هل هو لمسني، هل كنت عايزة أهرب ولا بس كنت محتاجة أتنفس. في لحظة لميت هدومي في شنطة صغيرة وقلت له تعال خدني، مش عايزة أبات تاني هنا. وركبت معاه وهربنا. فاكرة الطريق، الضلمة، الإيد اللي مسكت إيدي وقالت لي أنا معاكي. بس محدش قال لي إنك لما تهرب من النار ممكن تقع في حفرة أعمق. هو أنا غلطانة ولا كنت بحاول ألاقي نفسي؟ اللي بيحبك ياخدك في حضنه ولا ياخدك بعيد عن نفسك؟